إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى. لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. محمد عبد الوهاب. غرد وغذي القلب بالألحان، واسقي الفؤاد سلاسة التحنان، وانشر على هذه الحياة ظلالة من عذب أنغام وسحر بيان، واشرح لنا نجوى المشفوق، وصف لنا شكواه في وصل وفي هجران، وابعث نشيد الحب لحنا باكيا يهفو له قلب المحب العاني. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بصحة وعافية. النهاردة بقى يا بنات هنعمل يوم اجازة، هعمل فيه محشي وفراخ متبلة تتبيلة حلوة من تتبيلة المحشي بتاعنا. وزي ما انت شفتي انا بحطش على المحشي غير ملح وفلفل ونعناع. جربي بقى الخلطة بتاعتي ديت. وطبعا الخضرة عبارة عن ايه؟ عبارة عن بقدونس وكزبرة وشبت بس. زودي الخضرة شوية وانتي بقى تشوفي نتيجة المحشي بتاعك، وشوية زيت كده محترمين. وطبعا الصلصة اللي انت شايفاها دي متسبكة، انا مسبكاها وحطاها في الفريزر عشان وقت ما احتاج اعمل اي حاجة اطلعها. متسبكة طبعا بالبصل والزيت وعادي خالص، كأنها بالظبط تسبيكة المكرونة. بس طبعا مع الخضار مع المحشي بحط طبعا معلقة كبيرة كده من الزبدة، من السمنة البلدي زي ما تحب. هنا بقى عملنا خلاص خلطة المحشي. وتعالوا نعمل بقى الفراخ بتاعتنا الحلوة البلدي دي. شوية بقى بصل من اللي احنا زي ما انتوا شفتوا كده، مسكنا البصل بالملح بالفلفل بالنعناع فقط لا غير. عاوزة تاكلي محشي تحفة وطعم زي ما كانت أمهاتنا زمان بتعمله. جربي الخلطة دي بس ما تحطيش عليها أي حاجة. وسيبي بقى شوية كده وتبلي بيها الفراخ بتاعتك وسيبيها شوية كده، قيمة ربع ساعة كده مع خلطة البصل والملح والفلفل والنعناع. وجربي بقى الفراخ وادعيلي. هنا بقى باخد الراس بتاعة الخضرة مغسولة زي الفل ومنقوعة طبعا بالمية والخل اللي هي الخضرة. بنقعها شوية بمية وخل وبعد كده اشطفها واغسل. خلي بالك محشي البتنجان دوت انا برضو بنقعه شوية بمية بملح. الملح بيمسك بيطلع قصدي المرارة، لو كان في مرارة في البتنجان ولا حاجة، وبيخلي كده البتنجانية ناشفة وماسكة نفسها. وبعد كده بقى بشطفه تاني. وزي ما قلت وريتك لما بحشي بسيب عقلة من صباعي فاضية عشان الرز ما يطلعش من البتنجان، وتبقى الرز فوق المحشي. لازم تسيبي عقلة من صباعك هنا. بسم الله ما شاء الله. مية لازم تغلي طبعا، وسقطنا فيها ال- الفرخة والورك اللي انتوا شايفينه دوت بعد ما تبلته. وبعد كده بقى لو في اي ريم بعد الغليان بشيله. وبعد كده بقى بعمل لها برضو بصلة وملح وفلفل وتحطي بقى زي ما انت عايزة. انا بحط بهارات فراخ، انا بحط قرفة، انا بحط جنزبيل. بتحط طبعا فلفل اسود ده اساسي.
بحط جوز الطيب برضو، بتبقى طبعا شوربة الفراخ تحفة لما بتحطي عليها الحاجات الحلوة دي، والتوابل كمان الجاهزة دي جميلة قوي، أنا بحبها قوي بصراحة. بحط عليها كل حاجة كل حاجة، أي حاجة بحطها عليها يعني بصي بتطلع لك الشوربة تحفة تحفة تحفة. وهنا بقى المحشي بتاعنا بفضل الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله خلص خلاص. وبحط عليه مرقة دجاج فوق الوش كده زي ما انتوا شايفين اهو. وبعدين بتبقى الشوربة بتاعتك لازم تكون سخنة، ما ينفعش تحطي فيها شوربة مش سخنة. ولو ما عندكيش شوربة مية مغلية ومعاها مرقة الدجاج ومعلقة من السمنة البلدي أو أي سمنة عندك يعني، وتحطيها تبقى تحفة. ايه اللي انا بنزله بقى دوت، عارفين بقى اللي بعد ما بنحشي خالص بيتفضل بقى ال الخليط بقى اللي هو كان من المحشي بتاعك. عاوزة اقولك بيطلع لك المحشي زي السكر، جميل قوي. هنا بقى الشوربة طبعا كانت الفراخ خلاص استوت، والشوربة بقى طلعت طبعا طعمها وريحتها تحفة. حطيتي بس ما تزوديش بقى الشوربة، يعني أنا مش عايزة بصي آخر صباع خالص ما فيهوش أهو زي ما انتوا شايفين شوربة ولا في أي حاجة. وبعد كده بقى بتسيبيه يغلي غلوتين حلوين كده وتغطي طبعا عليه. وبعد بقى ما بيغلي الغلوتين هنا بقى بحط ايه، هنا انا بحط معلقه يعني قطعه كده من الزبده فوق الوش كده، عشان بقى يطلع بيلمع زي ما حشي كده امهاتنا زمان، ويطلع كده طعمه في منتهى الجمال. ما عندكيش زبده حطي سمنه زي ما انت عايزه، بس انا عايزه اقولك لو عندك بيطلع لك المحشي بتاعك طعمه زي العسل. وبعد كده بقى بعد ما بخليه يغلي الغلوة اللي انتوا عارفينها ديت قيمة مثلا 7 دقايق، بعد كده بقى بحطه على نار هادية جدا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بصوا ما شاء الله، شوفوا بقى بيبقبق تحت اهو زي ما انتوا شايفين. خلاص هنا بقى ببدأ ايه، اغرب بقى، وشوفوا بقى جمال المحشي وطعم المحشي وريحة المحشي التحفة. وهنا بقى الفراخ بتاعتنا طبعا كنا تبلناها، عايزه اقول لك طالعه طبعا طعمها جميل قوي وطعمها حلو قوي والله. وريحه الاكل كان بسم الله ما شاء الله زي كده زمان لما كنا بنتجمع في الشتاء وامهاتنا بقى تعمل المحشي بقى، بس كانت الله اكبر كانوا بيعملوا بقى المحشي بقى ايه في الحله الكبيره قوي ديت، وكانت بقى تبقى طعمها جميل. بس النهاردة بقى بنقول الحمد لله على كل أحواله، فضل ونعم. تعالوا بقى نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. لو فضلتي بقى معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسيش اللايك والتشير وتفعيل الجرس. وطبعا نورتيني في قناتي، أهلا وسهلا بيك.